بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل اكله النهارده في منتهى الجمال. مقدرها متوفره عندنا في كل البيوت، سهله جدا، طعمها تحفه بجد، بسيطه، اقتصاديه على قد الايد بجد. هنعمل جلاش بقوانص الفراخ، وهنعمل كبده الفراخ، هنعملها بانيه مع مكرونه مرمريه او مكرونه سباكيتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله على الجمال والحلاوه؟ لايك وشير معايا عشان نبدأ الوصفة بتاعتنا مع بعض. فيديو سهل وبسيط جدا، مش هيتعبك، مش مكلف. زي ما انتوا شايفين كده معايا حوالي كيلو من الكبد والقوانص. هنسمي ونصلي على رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا نص كيلو من القوانص، حطيتهم في الكبة وفرمتهم حلو قوي، ومعايا بصلاية ادت لها تشويحة حلوة قوي بمعلقة زيت. القوانص بتاعتي فيها شوية دسم يعني، فما كترتش الزيت بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. خرجت عليها فص توم واحد عشان يديها ريحة حلوة. حطيت على النار جنب البصلة حلة فيها مية على النار، وحطيت فيها شوية ملح وشوية خل، وعصرت عليها عصرة ليمونة كبيرة. هسيبها تغلي زي ما انتوا شايفين كده عشان نسلق الكبدة بتاعتنا، عشان لما نيجي نقليها بانيه تبقى مستوية معانا وتبقى تحفة بجد. شايفين؟ هسقط الكبدة بعد المية ما غليت، وهسيبها تستوي حوالي من عشر دقايق لربع ساعة. كبدة الفراخ بتاخد سوا كتير، بتاخد سوا كتير شوية علشان تبقى مستوية معاكي وتديك النتيجة اللي انت ايه تستحقيها. معايا البصلة بعد ما استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هنزل بقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر على حسب ذوقك، او لو عندك فلفل الوان هيديكي طعم حلو قوي في الوصفة. هنزل بالقوانص بتاعتي اللي انا فرمتها في الكبة، هنزل عليهم بملح وفلفل وسبع توابل، مفيش اكتر من كده. اقلبها واديلها تقليبة حلوة قوي، واسيبها على النار تستوى براحتها. ونبص على الكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. سويت ده كله، عملت طبخت مكرونة اللي هي المرمرية بالصلصة. احنا عارفين ان هي بتستوى ازاي، فعشان ما طولش الفيديو قوي عملتها برا التصوير. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اجيب الطبق بتاع نص كيلو من لفة الجلاش، وهبدأ ارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت طبقات. انا بعمل رق وبدهن زي ما انتوا شايفين كده. عندكم زبدة، عندكم سمنة، حسب ما متوفر عندكم وعايزين تدهنوا بيه او تطعموا الجلاش بتاعكم. زي ما انتوا شايفين كده طبقة طبقة لغاية اما اعمل النص. هاخد نص اللفة بتاعتي تحت، وهحط الخليط بتاعي اللي هي القوانص بتاعتي اللي انا عصقتها زي اللحمة بالظبط. طعمها بجد هايل، يمكن اطعم من اللحمة كمان. جربوه وان شاء الله مش هتندموا. لايكات كتير عشان الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد ممكن. زي ما انتوا شايفين كده، ورا كل طبقة دهنة من السمنة او الزبدة على حسب المادة الدهنية اللي انت بتدهني بيها. زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى بالعصاق بتاعي اللي هو القوانص بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اللي شوفوا اقول كبد بتاع لحمة مفرومة، بس دي قوانص طعمها بجد حلو قوي مع الجلاش. هفردها بالشكل ده، وهنزل بيه طبقة من الجلاش ومسحة سمنة او زبدة، وطبقة تانية لغاية ما اخلص الكمية اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجة تظبطي علشان لما تيجي تقطعيها او تيجي تسقيها تبقى كلها متظبطة وتبقى سوا واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. واهم حاجة مسحة السمنة او الزبدة على حسب احتياجك. هتخليها لك طبقات ومورقة معاكي طبقة طبقة، وهتبقى هايلة معاكي جدا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تحفة بجد. وتنفع في العزايم لو احنا عارفين ان اللحمة غالية. انا لو عايزة اعمل صينية جلاش باللحمة ولقيت اللحمة غالية ومتوفر عندي القوانص، هعملها تبقى طعمها لذيذ جدا وشكلها شيك على السفرة. وعلى حسب ذوقك برضو، الاكل اذواق، وكل واحد على حسب امكانياته. زي ما انتوا شايفين كده هقطعها علشان هسقيها
بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، مربعات مثلثات على حسب ما انت عايزة تقطعيها. معايا بيضة وهنزل عليها بملح وفلفل وهديلها تقليبة حلوة قوي، وهنزل عليها بكوباية حليب. ممكن بقى في الوقت ده تحطي معلقة بيكنج باودر عشان تديكي هشاشة وتبقى هشة معاكي وحلو، بس انا ما حطيتش لان هي تديني طعم حلو كمان، وهتبقى مقرمشة كريسبي من بره وطرية من جوه. هنجيب الكبدة بتاعتنا بعد ما اتسلقت حلوة قوي، وطعمتها بالملح والفلفل والتوابل اللي انا عايزاها في المية عشان الكبدة بتاعتي تبقى طعمها حلو وشاربة من المية بتاعتها. هطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، احطها في بيض ولبن وملح وفلفل، وهنزلها على البقسماط او الكريسبي اللي احنا شاريينه وطحنينه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هيديها قرمشه، هيديها طعم حلو قوي، جربوا بجد مش هتندموا. وصفه سهله وسريعه وحلوه قوي قوي قوي. لو عندكم كبد كتيره متوفره في الفريزر او قوانص مش عارفين تعملوا بها ايه، الوصفه دي حلوه قوي وهايله. كبد الفراخ وقوانص الفراخ بتعمل بها 1000 وصفه ووصفه. هنتبل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت الكميه كلها. اهم حاجه البقسماط بتاعك تغلفي الكبده حلوه قوي عشان لما تيجي تحمريها تاخد اللون الحلو. زي ما انتوا شايفين كده معايا مقلايه على النار فيها زيت، وهبدا انزل الكبده بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واحده جنب واحده، وهتحمر وهتاخد اللون الكريسبي، وهتبقى طعمها في منتهى الروعه ومقرمشه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما بتاخدش وقت لانها احنا مسويينها، لو مش مستويه مش هتاخد منك وقت، وهتبقى كلها دم ومش هتبقى حلو. زي ما انتوا شايفين كده سويت الجلاش بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ما شاء الله مستوي من بره ومن جوه. لو وصلتوا معايا للنقطة دي يا ريت تحطوا لايكات كتير عشان الفيديو بتاعي يوصل لأكبر عدد ممكن، ويا رب يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الأفضل والأحسن. واشوفكم في كل ما هو جديد انا بقدمه ليكم، يا رب تستفادوا مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.